السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا كلكم ان شاء الله بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ما شاء الله البنات غادي نوجدوا واحد الغديوه سهله مهله اقتصاديه، واهم حاجه انها لذيذه وكتشهي وصحيه. عندنا البنات اليوم واحد الغديوه غادي نوجدوها بالكفته ديال السرديل. اللي داقها عندكم ما كيعرفهاش كفته ديال السرديل، مع واحد الشليضه مرافقه لها وواحد العصير اقتصادي وصحي. وندوزو ان شاء الله اللائحه ديال المقادير وبالصحه والراحه. مكونات الغزال ديالي ما فيهاش مكونات بزاف كما قلت لكم. عندي كيلو ونص ديال الكفته ديال السرديل، كنقي السرديل وكنخليه حتى كينشف مزيان، عاد كندوز كنطحنو. فاش كنطحنو البنات ما كنضيف له والو. عندي هنا 4 المعالق كبار ديال الشحمه ديال الكلوه. عندي هنايا 3 المعالق كبار ديال البصله، ولا يمكن لكم ديروا حتى 4، غير هي اهم حاجه قطعوها رقيقه بزاف. عندي 2 معالق كبار ديال العسل ديال الحامض، 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبه للعطريه عندي 2 ضريسات ديال الثومه، شويه ديال السودانيه، سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، الابزار، الكمون، شويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره. الا عندكم البنات قزبر حبوب راه كيعطيها البنات واحد النكهه خطيره بالنسبه لهاد الكفته، وممكن لكم تضيفوا حتى العطريه ديال الكفته حتى هي كتعطيها مذاق زوين. بالنسبه للبنات الشحمه ديال الكلوه، اللي ما عندوش الشحمه ديال الكلوه غادي تاخذوا غير الشحمه الرقيقه اللي كنديروا بها بولفاف، وغادي تفرشوها في اللاطه. هي الاولانيه ما غاديش ديروها مع الكفته، غادي تفرشوها في اللاطه وتحطوا على الكويرات ديال الكفته ديالنا ديال السرديل، وغادي تدخلوها للفران. انا البنات كنفضل انني نديرها مع الكفته باش ما كتجيش ناشفه. ندوزو دابا ان شاء الله نخلطوا جميع المكونات ونتلاقاو. هاد الشحمه هنا غادي نضيف البصله. بالنسبه لهاد الكفته البنات حتى الناس اللي خدامين يمكن لكم ديوها معكم الخدمه. انا على حسب الغدره ها كتجي البنات ناشفه، كتجي غزاله البنات. وبالنسبه حتى للوليدات ممكن نديروها لهم في ساندويتش ويديوها معاهم المدرسه. دابا غادي نضيف العطريه. هنا ضربيه العصير ديال الحامض، وغادي نخلط هاد المكونات كامله، وغادي نديرها كويرات، وغادي ندخل باش نديرها في الطاوه وندخلها للفران، وغادي ندوزو باش نشكلوها. انا هنا عندي اللاطه ديال الفران اللي غادي ندخل الفران. هنا البنات يمكن لكم ديروهم كويرات غير صغار، ولا يمكن لكم ديروهم بحال هكا بحال شكل باكيت، ديروهم هكا كبارين على حسب الطبق كيفاش غادي تقدموه نتوما. انا غادي نخليهم بحال هكا يكونوا شويه كبارين كما شفتوا. هنا البنات راه ما كنضيفوا ليها لا زيت لا حتى شي حاجه، وديك البصله البنات ما كتخليهاش تنشف. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش البصله بحال هكا يديروها، يمكن لكم تحكوها، غير هي هكا كتعطي المذاق احسن ما كتجي محكوكه. وهذا البنات هو الشكل ديال الكفته ديال السرديل ديالنا. انا شديتها من بعد ما كورتها، شديت غير الموس وفلحتها بحال هكا من الفوق. دابا غادي ندوز ندخلها للفران، راه ما كتاخذش البنات الوقت بزاف في الفران. غادي ندوز ندخلها في الفران شعلها من التحت، غير من التحت حتى نشوفها راها طابت وجدات راسها، مشعله على واحد شويه من الفوق غير تاخذ ليا اللون. وندوز ان شاء الله باش نقدمها معكم وبالصحه والراحه. هنا الغزالات بالنسبه للشلاضه المرافقه اللي غادي نرافق مع الكفته ديال السردين، عندي هنا شلاضه ديال الرز وجلبانه وخيزو اللي سلقتهم مزيان مع ورقه ديال سيدنا موسى. نضيفوها البنات ليها كتعطيها واحد اللذه خطيره. هنا عندي علبه ديال الذره اللي غسلتها مزيان. هنا عندي علبه ديال الطون.
هنا الغزالات غادي نضيف واحد شويه ديال الابزار، وهنا شويه ديال الملحه. انا بالنسبه ليا البنات الرز وهذا بس لقيتو بلا ملحه. غادي نضيف واحد شويه ديال الخل، اللي عنده الحامض يمكن ليه يضيفو، شويه ديال زيت الزيتون، كما قلت لكم ضفت زيت الزيتون. دابا غادي نضيفوا المايونيز. زالت هي الشلاضه ديالنا الاولى، غادي نحيدوها هكا في الجنب. بالنسبه لهاد الشلاضه عندي فيها البطاطا اللي سلقتها وقطعتها هكا مكعبات صغار، عندي واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، عندي هنا واحد نص ديال الحبه ديال البصله مقطعه رقيقه مزيان. هنا البنات هاد الشلاضه يمكن لكم تزيدوا لها حتى الطون تعطيها واحد المذاق زوين، غير انا الشلاضه الاولى درت فيها الطون، هذه ما بغيتش ندير فيها الطون. غادي ندير واحد شويه ديال الخل، شويه ديال الملحه والابزار، شويه زيت الزيتون، وكذلك واحد المعلقه كبيره ديال لا مايونيز. هي الشلاضه ديالنا ديال البطاطا والبصله والربيع، كتجي البنات هذه غزاله في المذاق، نتمنى انكم تجربوها. ودابا ان شاء الله غادي نستناو غير الكفته ديالنا ديال السرديل تخرج لنا من الفران ونتلاقاو ان شاء الله. البنات العصير غادي نرافقوه مع الغديوه ديالنا. عندي هنايا ربع ديال الخيزو، واحد جوج خيزوات يكونوا كبار اللي سلقتهم في كاس ونص ديال العنبه، وداك الماء اللي كيشير طيه كنزيدو البنات كنضيفو في هذا العصير. عندي كاس كبير ديال الليمون، المهم الليمون كيبقى اختياري شحال بغيتو تزيدو. عندي هنا واحد جوج الحبات ديال البنانات صغار، وعندي هنايا شويه ديال الفريز مجمد. يمكن لكم البنات تضيفوا اي فاكهه عندكم اللي بغيتو نتوما. وبالنسبه للخيزو البنات حتى هو راه كيجي هكا في العصير كيجي غزال البنات، وضيفوا معاه داك الماء ديالو، ضيفوا غير واحد شويه بحال هكا، واحد القياس ديال نص كاس ديال العنبه بحال هكا. دابا غادي ندوزو ان شاء الله نطحنوا العصير ديالنا ونتلاقاو في الطبق النهائي بحول الله. وهذا الغزالات ديالنا هو الشكل ديال الكفيته ديال السرديل ديالنا، وهذا هو العصير. هانتوما كي كتشوفوا كيجي خاتر البنات وكيعطينا كميه كثيره وصحي. يمكن لكم البنات الا بغيتو على حساب السكر، انا ما درت السكر حيت ديجا عندي الليمون حلو وخيزو حتى هو حلو، ما درت السكر. البنان حلو ما درت السكر. يمكن لكم البنات تضيفوا السكر، ولا يمكن لكم تضيفوا حتى العسل كيجي البنات زوين. وهذه هي الكفته ديال السرديل ديالنا، نتوما كتشوفوا كتجي محمره البنات وكتجي المذاق يا سلام، ما نقولش لكم عليها. وبصحه والرحمه. المهم غادي نقسم معكم وحده تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. هانتوما راه ما كتجيش كاع ناشفه. وبصحه والراحه، وان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله بحول الله.